انا خايفه قوي يا احمد. تفتكر هنعدي منها؟ انا مرعوبه وحاسه ان انا هموت من كتر الخوف. رد عليا احمد وقال لي: يا بنت ما تخافيش، انا معاكي. وبعدين مين هيلاقيها وهي في الصحراء؟ وحتى لو حد لقاها هيلاقيها جثه وملهاش اي لازمه، ومش هيعرفوا يستدلوا عليها. رديت وقلت له: طب يلا بينا بقى، سوق بسرعه وخلينا نخلص من كل ده ونشوف حياتنا بقى. رد عليا وقال لي: ما تقلقيش، احنا خلاص قربنا نوصل. هزيت راسي على اساس ان انا موافقه، وبدات تنزل دموع من عيني. لكن هي اللي كانت تستاهل، هي اللي عملت فينا وفي نفسها كل ده. ما كنتش عايزه اقتلها، لكن هي اللي اختارت. وفجاه افتكرت كل حاجه من البدايه. اسمي ناديه، وسني 22 سنه. كنت عايشه مع امي من بعد ما اتطلقت من ابويا. ما اخترتش اعيش معاها، لكن للاسف ما كانش عندي حل تاني. كانت قاسيه قوي، طول الوقت خناق وزعيق واهانه على الفاضي والمليان. تقريبا ده كان السبب اللي خلى بابا يطلقها. هو تقريبا كده ما قدرش يستحملها، لكن انا للاسف ما كانش قدامي اي فرصه تانية. لكن المفاجاه بقى ان امي بدات تتغير وبدات تبقى اهدى، لكن ما كانتش بتتصرف كده غير في وجود واحد بس: احمد. احمد ده يبقى ابن عمي، وكان بيجي يسال علينا كل فتره. وطول ما كان هو قاعد عندنا امي بتبقى هاديه وجميله. ومش بس كده، دي كانت بتهتم بمظهرها جدا، وده كان بيخليني اتضايق قوي. هي كانت بتعمل كده قدامه هو بالذات. هي ما تعرفش ان انا بحبه قد ايه، وهي هتعرف منين وهي اصلا مش بتديني فرصه اتكلم معاها. حبيت احمد من زمان قوي، من وانا صغيره، وانا مش شايفه غيره في دنيتي، وبتمنى يكون ليا ومش لحد غيري ابدا. لكن امي بقى كانت قدامه بتتدلع دلع غريب، وبتتصرف تصرفات انا اتكسف اعملها. واللي قهرني اكتر بقى ان احمد بدأ يتجاوب معاها، وبدأت احس ان في حاجة ما بينهم هما الاتنين. انا لا يمكن اتحمل كده ابدا، مش هقدر اخسره. انا ممكن اخسر اي حد في الدنيا الا هو. فضلت افكر هعمل ايه لحد لما قررت ان انا اروح اعترف له بحبي، واللي يحصل يحصل بقى. كلمته وطلبت منه ان انا اقابله بره البيت. واول لما جه قال لي: خير يا نادية، هو في حاجة؟ قلت له: احمد، انا عايزه اقول لك حاجه. قال لي: ما تقولي يا بنتي، خضتيني. هو كان لازم تعملي السسبنس ده؟ قلت له بصراحه كده: انا بحبك قوي يا احمد، وما بحبش حد زيك ولا قدك، وعايزه اكمل حياتي كلها معاك. فضل احمد ساكت شويه، وبعدها بصلي من غير ولا كلمه. وبعدها قال لي: وانا كمان بحبك يا ناديه، لكن ما ينفعش ابدا. رديت عليه وقلت له: ليه بقى ما ينفعش؟ وايه اللي هيمنعنا؟ رد وقال لي: مامتك يا نادية مش هتوافق ابدا. انت ما لاحظتيش انها بتبص عليا ازاي؟ ومش بس كده، هنعيش منين وازاي؟ رديت عليه وقلت له: نهرب نهرب ونبعد عنهم كلهم ونسيب كل حاجة. رد وقال لي: مش هقدر. انا مش هقدر اصرف عليكي ولا علينا احنا الاتنين، ولا حتى عندنا مكان نعيش فيه. قصتنا مكتوب عليها الفشل من قبل حتى ما تبدأ. رديت وقلت له: لا، ما تقولش كده يا احمد ارجوك. انا عندي استعداد اعمل اي حاجة عشانك واتحمل كل حاجة. اكيد في حل هيخلينا نعيش مع بعض. احمد قعد ساكت شوية، وبعدها قال لي: انا عندي فكرة، لكن مش عارف انت هتوافقي ولا لا. قلت له: فكرة ايه دي يا احمد؟ اتكلم وقال: ايه رأيك ناخد دهب مامتك وفلوسها ونهرب على طول؟ رديت وقلت له: بس دي تبقى سرقة. رد وقال لي: بس ده حقك. انا عارف انها مامتك وعندها فلوس كتير وبتخاف تشيلها في البنك، وكمان عندها دهبها كله. هي قاسية معاكي وعمرها ما فكرت فيكي ابدا، وعمرها ما كانت بتحبك. رديت وقلت له: معاك حق يا احمد، انا موافقة على اللي انت بتقوله. قال لي: خلاص، اول لما تخرج من البيت اتصل بيا وانا هجيلك وهننفذ خطتنا سوا. وبعد يومين ماما نزلت تشتري حاجات للبيت، وانا كلمت احمد وجالي بسرعة جدا، ودخلنا اوضتها وبدأنا نجمع في الحاجة بتاعتها. لكن فجأة حصل اللي ما كنتش اتوقعه ابدا. لقينا ماما دخلت علينا وقالت: انتوا بتعملوا ايه؟ انتوا بتسرقوني، انا هبلغ عنكم وهوديكم في داهية.
ومسكت الموبايل بتاعها وهي بتقول انا لازم اجيب لكم البوليس يا كلاب. احمد جري وخد التليفون منها وقال لها لو عملتي حاجه هيبقى اخر يوم في حياتك. قالت له انت اتجننت ولا ايه؟ انا هوريك هعمل فيك ايه. وقربت منه وحاولت تضربه، لكن هو مسك الفازة اللي كانت جنبه وبسرعة جدا نزل بيها على دماغها، وقعت على الأرض وبدأ دمها ينزل قدامنا. خفت جدا وبدأت أترعش وأعيط وما كنتش عارفة هنعمل إيه. أحمد قال لي اهدي، هي شكلها كده ماتت، احنا هنرميها في أي مكان ويا دار ما دخلك شر، وكده كده محدش هيعرف يتعرف عليها. وافقته لأن ما كانش فيه قدامنا حل تاني، ونزلنا وأخدناها في العربية ومن غير ما حد يشوفنا رحنا للصحراء ورميناها هناك. فوقت من ذكرياتي على صوت أحمد وهو بيقول لي احنا وصلنا خلاص. دخلنا البيت وبدأنا ننظف كل حاجة، وأنا بقول هي اللي تستاهل، هي اللي عملت فيا كل ده، أنا لا يمكن أسامحها أبدا. وبعد كام يوم اتجوزت أنا وأحمد وعشنا مع بعض في شقتي أنا وماما، وهو قدر ينسيني كل حاجة وحشة شفتها. عشت معاه أجمل أيام حياتي. عدى شهرين على الوضع ده وكنت فعلا نسيت فيهم الماضي، وافتكرت وقتها إن الحياة بدأت تضحك لي. لكن في يوم وأنا نازلة على السلم فجأة شفت أمي قدامي. أول لما شفتها فضلت أصرخ وجريت بسرعة على البيت تاني. أحمد رد وقال لي مالك يا بنتي، فيكي إيه؟ قلت له ماما يا أحمد، ماما شفتها هناك. أحمد رد وقال لي إيه يا بنتي اهدي، شفتي مين هناك؟ مامتك؟ انت نسيتي اللي حصل ولا ايه؟ قلت له لا يا احمد، انا متأكدة ان انا شفتها، وكانت عمالة تبص ليا بصات تخوف جدا. رد عليا وقال لي طيب انا هاجي معاكي بره، وفعلا خرج معايا عشان يشوفها، لكن قال لي اهو مفيش حاجة، اكيد بيتهيألك. وقلت له لا لا انا متأكدة. رد وقال لي متأكدة ايه يا بنتي؟ قدامك اهو مفيش حاجة، شكلك تعبانة، تعالي نطلع وبلاش تروحي في اي مكان. قلت له انت معاك حق، انا فعلا تعبانة. ورجعت على البيت وانا مش قادرة انسى المنظر اللي شفته، لكن للأسف المنظر اتكرر كتير قوي لدرجة ان انا كمان كنت بشوفها في البيت. وفي مرة اول لما شفتها لقيتها بتقولي انا هنتقم منكم، هقتلك زي ما قتلتيني. بقيت بخاف اطلع على السلم لا اشوفها وتتكلم معايا تاني او يمكن تقتلني. بقيت بعيط طول الوقت وخايفة ومرعوبة. حياتي كلها اتدمرت، واحمد اتقلب عليا وبقى يقول لي زهقت منك ومن نكدك، انا ما بقتش عارف اتعامل معاكي ولا عارف هتصرف ازاي. فضلت اقول انها موجوده، لكن هو اتهمني بالجنون وقال لي عقلي بقى، عقلي شويه، انا ما بقتش عارف افكر. لكن فجاه واحنا قاعدين بنتكلم لقيتها ظهرت قدامي. قلت له بص يا احمد، شوفها اهي وراك اهي، بص واتاكد بنفسك. لف احمد ظهره وفعلا شافها، واول لما شافها اتصدم ورجع لورا وما بقاش فاهم حاجه. وهي كانت طول الوقت عماله بتقول هقتلكم هقتلكم انتوا الاتنين. احمد بدأ يصرخ بصوت عالي، لكنها كانت موجوده. قعد يقرا في قرآن وهي ماسكه سكينه في ايديها. صرخت وقلت لها عايزه مننا ايه؟ هنعمل لك اي حاجه بس سيبينا في حالنا. ردت وقالت عايزاكم تنزلوا قدامي دلوقتي على الاسم وتعترفوا باللي انتوا عملتوه فيا، وقال نهايتكم هتكون على ايدي. احمد رد وقال لها حاضر حاضر هنعمل كده وهنعترف على نفسنا. واخدني ونزلنا وانا بعيط وبقول له انت فعلا هتبلغ عننا يا احمد؟ احمد ضحك وقال لي لا طبعا، اكيد البيت بقى مسكون، احنا لازم نسيبه ونسيب كل حاجه، واكيد مع الوقت كل حاجه هتبقى تمام. قلت له انت متاكد يا احمد؟ قال لي طبعا طبعا، امال. قلت له طب هنروح فين دلوقتي؟ احنا عمالين نلف بالعربيه. قال لي هنشوف شقه ايجار وهنسكن فيها متقلقيش. لكن واحنا ماشيين وقفنا ظابط عشان يشوف الرخص واخد البطايق كمان. واول لما شاف بطاقه احمد قبض علينا احنا الاتنين. رحنا القسم معاه واحنا مش فاهمين اي حاجه. واول لما دخلنا لقينا ماما قاعده مع الظابط. احمد اتخض ولقيناها بتقول صدقتني يا حضرة الظابط؟ وطلعت ماما كانت بتسجل كل حاجه حصلت في البيت، وسجلت وانا بعترف انا واحمد، واحنا بنقول لها ان احنا هنروح نعترف على نفسنا.
وطبعا كل حاجة بانت، واتقبض عليا أنا وأحمد، والتهمة كانت محاولة قتلها والسرقة. أمي طلعت عايشة، افتكرناها ماتت، بس أحمد اتكلم وقال: انت ازاي رجعتي من الموت؟ ازاي عايشة؟ احنا رحنا رميناكي في الصحراء. أمي قالت: ربنا نجاني علشان اخد حقي من اللي زيكم. بعد ما رميتوني في الصحراء، جه واحد بالعربية بتاعته، عدى عليا ولقاني، جري بسرعة وخدني في العربية، وهو ده اللي أنقذني من اللي انتوا عملتوه فيا. وللأسف اتحكم علينا بالسجن، وأنا مش قادرة أسامحها ولا حتى أسامح نفسي على كل حاجة حصلت، لكن أنا عارفة إن كنت أستاهل النهاية دي. أصلا أنا كان لازم أتعاقب على اللي عملته، لكن الدنيا بقت كده، عاملة زي الغابة. أنا اتحكم عليا ب3 سنين، وأحمد زيهم. قضينا مدة عقوبتنا، وبعدها خرجنا من السجن. قلت لأحمد: أدينا اترمينا في الشارع، ملناش مكان نروح عليه، ومش عارفين هنعمل ايه أنا وانت. قال لي: مفيش غير حل واحد، هنروح لأمك ونستسمحها ونترجاها لحد ما تسامحنا. أدينا دفعنا التمن اهو، سنين من عمرنا، عايزة مننا ايه تاني؟ قلت له: تفتكر هتقول لنا ايه؟ قال لي: مش عارف. رحنا أنا وهو عند البيت بعدها، وبعدين لقينا الباب مفتوح. دخلت أنا وهو، ولقينا ماما تعبانة على السرير. أول لما شفتها قلبي وجعني، قربت منها وقلت لها: مالك يا أمي؟ قالت لي: تعبانة قوي، وأنا لوحدي، محدش حتى بيخدمني. قلت لها: خلاص يا أمي، سامحينا أنا وأحمد، وخلينا نعيش معاكي تحت رجلك، وأنا وعدك إني هخدمك بعناية، وهعوضك عن كل اللي شفتيه، وانتي كمان تعوضيني. قالت لي: ماشي يا بنتي، أنا مسامحاكوا. ما كنتش مصدقة إنها سامحتنا بالسهولة دي، وفعلا فضلت تحت رجلها. ودلوقتي جيت أحكي لكم الحكاية عشان أقول لكم: يا ريت نعامل ولادنا بالحسنى، ويا ريت نتعامل مع كل البشر بالحسنى، عشان نبعد عن الغل والحقد اللي ملأ قلوب الناس. الجرايم كترت قوي، وده من كتر المعاملة السيئة. خلينا نحسن معاملة كل اللي حوالينا علشان ربنا يكرمنا في حياتنا، ونبطل بقى نسمع عن كل حاجة وحشة بنشوفها حوالينا. لو عجبتكم القصة ما تنسوش تضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم إشعار بكل القصص الجديدة.